قال رحمه الله تعالى: وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة أو جذم شجرة بالفتح والكسر للجيم، وجذم الشيء أي أصله. فبات عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جذم شجرة أي إلى أصل شجرة يعني جعلها أمامه إلى جهة القبلة. وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان. بات يصلي أي أمضى ليلته عليه الصلاة والسلام يصلي، أمضى ليلته صلى الله عليه وسلم يصلي. جاء عن علي رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا ليلة يوم بدر وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة حتى أصبح. وهذا فيه الفزع إلى الله عز وجل بالصلاة. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فأمضى تلك الليلة عليه الصلاة والسلام يصلي يناجي الله عز وجل ويسأله ويلح عليه تبارك وتعالى. فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك، أي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينصره عليهم وأن يخزي القوم الكافرين. قال: ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجع بقريش، وهذان من رؤوس قريش. رام أي رغب وطمع أن يرجع بقريش ولا يكون قتال، يعني جاءهم من خوفهم وذكر لهم حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكم يعني أصبتم منهم ما أصبتم في مكة وتعرضتم لهم بأنواع الأذى، فيعني أتاكم قوم لا يهابون الموت. فرام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجع بقريش ولا يكون قتال، فأبى ذلك أبو جهل وتقاول هو وعتبة، يعني حصل بينهم تراد يعني تجاذب في الحديث حول هذا الأمر. تقاول هو وعتبة، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي الذي قتل في البعث السابق، بعث عبد الله بن جحش المتقدم. فأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو، يعني لما صار التقاول والأخذ والعطاء قال أبو جهل لأخا عمرو بن الحضرمي: اطلب الثار لأخيك. فكشف عن أسته أي كشف عن عورته وصرخ: وعمراه يندب أخاه عمرا ويطلب الثأر له. فحمي القوم ونشبت الحرب، يعني انتهت المقاولة والأخذ والرد الذي كان بين عتبة بن ربيعة وأبو جهل. وعتبة بن ربيعة هذا الذي رام أن يرجع سيأتي معنا أنه من أول من قتل من كفار قريش. ويأتي عند المصنف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعدل الصفوف ويهيئ الصحابة للدخول في هذه المعركة التي دارت بينهم وبين المشركين، وكان فيها النصر المؤزر للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين.